من بعد ما خرج الزلزولي بسبب الاصابه في الماتش اللي جمع بين المغرب والنرويج، بدا القلق كيدور وسط المغاربه. الخروج ديالو ما كانش تفصيل عادي، حيت جا قبل مواجهه كبيره ضد البرازيل، وفي الوقت اللي المنتخب محتاج فيه لكل لاعب يقدر يصنع الفارق. حسب التقارير الاوليه الاصابه كتهم الركبه اليمنى، وكاين حديث على الالتواء في الرباط الداخلي مع احتمال غياب اللي يقدر يوصل بين 3 حتى 4 الاسابيع. ولكن المهم نقولها بوضوح، مازال ما كاينش بلاغ رسمي نهائي من المنتخب ولا من النادي اللي كيلعب فيه، يعني خاصنا نتسناو التاكيد قبل ما نحكموا بشكل نهائي. المقلق في غياب الزلزولي ماشي غير الاسم، المقلق هو الدور اللي كيلعبه. الزلزولي كيعطيك السرعه، كيعطيك الجرأه والدخول في واحد ضد واحد، والقدره على انه يخرج المنتخب من الضغط في ثانيه واحده. وضد منتخب بحال البرازيل هاد التفاصيل كتكون مهمه بزاف، حيت ملي كتلقى المساحات خاصك لاعب يقدر يستغلها بسرعه. دابا السؤال الكبير عند وابي، الا تاكد غياب الزلزولي واش غادي يعوضوا بلاعب بحال رحيمي، ولا غادي يبدل الخطه باش يحافظ على التوازن. اصابه خايبه وتوقيتها صعيب، ولكن المنتخب خاصو يبقى واقف، حيت الماتشات الكبار كتربحها بالمجموعه وماشي بلاعب واحد. الله يشافي الزلزولي ويرجعوا لينا بخير، وكنتمناو نشوفوه عن قريب راجع للميادين وكيقدم المستوى اللي عودنا عليه مع المنتخب. ومهما كانت الظروف الزلزولي كيبقى واحد من المواهب اللي كيعول عليهم الجمهور المغربي بزاف. ان شاء الله تكون اصابه بسيطه ويرجع لينا في اقرب وقت ونشوفوه من جديد كيمتع الجماهير بالقميص الوطني.